كيفكن اليوم؟ اليوم رح نعمل لحمة على بندورة، بس مش رح اعملها من لحمة نية، رح اعملها من لحمة اوريدي مشوية. امبارح كان عندي شوي وضايل شوي من اللحمة، فاليوم رح اعمل هون لحمة على بندورة. هاي اللحمة اللي ضايلة انا كنت حاطيتها بالبراد، وعندي هون بصل عامليته جوانح، يحوي قطعته جوانح. البصل يعني فريش، انا مستخدمه بصل احمر، بتقدروا تستخدموا البصل اللي انتم بتحبوه. فانا هلا رح نبلش نعملها ورح ورجيكم كيف. هاي البصلات هلا حطيت لهم ملعقه زيت زيتون، تقدروا تحطوا زيت اي زيت نباتي او سمنه يعني حسب ما انتم بتحبوا. رح اشغل الغاز عليها، مجرد ما تدبل البصله رح احط اللحمه المشويه عليها. هاي الاكله بتحب بصل كتير، وطبعا رح نستخدم بندوره معها. كمان بندوره بتكون مقشوره ومقصقصه مفرومه لصغير، مكعبات صغيره. هلا تجانست اللحمه مع البصل، رح احط عليها البندوره المفرومه. اذا ما عندكم بندوره طازه مفرومه بتقدروا تحطوا عليها تومي، في منها شوب توميتو. هلا عليكم حطيت عليها البندوره المفرومه، بتقدروا تحطوا لها ملعقه صلصه، بتقدروا تحطوا لها مبرومه مع بندوره معصوره، مثل ما بتحبوا اعملوها. انا بفضل البندوره المعصوره لانه بتعطيها هيك طعم مزز كتير طيبه. هلا حطيت عليها البندوره، رح احط لها ملعقه ملح. طبعا اذا انتم مالحين كتير اللحمه انتبهوا يعني انه ما تحطوا كتير ملح. انا اللحمه متبله بملح وبهار وبصل وخل قبل الشوي، وبعدين نشوي. هلا بغطي عليها وبتركها تغلي، وبعدين بقدمها مع رز ابيض. هيك وهي الطبخه جهزت، كتير سهله وما بتاخد كتير وقت. رح ندوقها سوا. بتتقدم مع رز، وفي ناس بتاكلها مع خبز. كتير طيبه، جربوها بهاي الطريقه وخبروني رايكم. واذا انتم بتعملوها بطرق تانية بس ما تكون اللحمه طازه، يعني قصدي اللحمه ما تكون منا مستويه، يعني اشياء مثلا تكون مستويه، طرق تكون مستويه فيها اللحمه، خبروني بالتعليقات. وما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد من الفيديوهات. واذا في اي ريسيبي بدكم اياها، اي طبخه بدكم اياها، خبروني بالتعليقات واعمل لكم اياها. صحتين.